احنا عارفين ان كوبايلوت يقدر يعمل تشارتس رسوم بيانيه، وده لاننا شفنا ده بسرعه في اول فيديو. دلوقتي خلينا نبص اكتر على ايه اللي نقدر نعمله فعليا بالتشارتس وكمان البيفوت تيبلز. مثلا نكتب create a bar chart of budget and revenue by campaign، يعني اعمل لي رسم بياني بالاعمده يوضح الميزانيه والايرادات حسب الحمله. وهو فعلا عمل لنا بيفوت تشارت. لما اختار add to a new sheet، يعني اضافه لورقه جديده، هيديني كمان بيفوت تيبل تلقائي، مع اني كنت بس عايز الرسم بياني بس. تمام، هدوس على add to a new sheet، وفعلا عمل الورقه الجديده وضاف فيها المحتوى. وهنا الجدول المحوري اللي بيقابل الرسم البياني ده. في ملاحظات مهم انك تعرفها. مهم تعرف ان كوبايلوت هيقول لك انك ما تقدرش تتفاعل مع الرسم البياني مباشره من خلاله. هو بس بيقدر يدرجه في الورقه، لكن مش بيتفاعل معاه بعد كده. لكن بعد الادراج تقدر تعمل فيه اللي انت عايزه، تحطه بقى في باوربوينت، تعدل عليه، تغير شكله وتنسقه وغيره. هو الرسم البياني بقى بتاعك، بس كوبايلوت هو اللي انشأه. طيب لو كنت عايز الجدول بس من غير الرسم، هنضغط على جو باك تو تيبل، يعني الرجوع للجدول. هيودينا تاني لبياناتنا الاصليه. ودي ميزه بيفوت تيبلز عن التشارتس، انها ما بتغيرش اي حاجه في بياناتك الاصليه، بتفضل زي ما هي. لو ظهرت لك رساله خطا، ممكن تشوف رساله بتقول لك اختار بيانات من اكسل تيبل. هي مش بتقول لك ان في خطا فعليا، بس بتفكرك انك لازم تختار البيانات. احيانا الرساله شكلها كأن مفيش بيانات، بس هو بس محتاج تاكيد. لو بالفعل حولت البيانات لتيبل، كل اللي عليك انك تختار اي خليه جوه الجدول، وساعتها تقدر تستخدم كوبايلوت تاني. فنجرب نطلب بيفوت تيبل بس. هنكتب مثلا show me the totals of budget and revenue by campaign name، يعني وريني اجمالي الميزانيه والايرادات حسب اسم الحمله. تمام، كوبايلوت نفذ الطلب، بس المره ديت ما عملش رسم بياني، عمل بيفوت تيبل بس. زي قبل كده اقدر اضيف add to a new sheet، ودي المره هتكون الورقه رقم 3، وفعلا اضاف فيها الجدول. ودلوقتي اقدر اتعامل معاه زي اي بيفوت تيبل عادي، افلتر، ارتب، اعدل وغيره. ملاحظه اخيره، دايما تقدر ترجع لدليل الاوامر اللي هو البرومبت جايد بالضغط على النجمتين دول، وتختار analyze this data، يعني حلل البيانات ديت. لان اوقات لما تطلب حاجه من كوبايلوت، هو ممكن يظلل خلايا او يرتب بيانات او يعمل رسم بياني او جدول محوري حسب اللي فهمه من سؤالك.